في ليلة رمضانية مميزة داخل السعودية، فاجأت الجماهير النجم الجزائري رياض محرز بعد دعوته لحضور مباراة خيرية. لكن المفاجأة الحقيقية ما كانتش في الدعوة بحد ذاتها، بل في اللقاء اللي جمعه باللاعب السابق والأسطورة المحلية محمد نور، خاصة وأن هذا الاسم كان مرتبط سابقا بجدل وانتقادات أثارت نقاشا واسعا بسبب لقطة الهدف أمام الاتحاد والتصريحات اللي صنعت ضجة كبيرة. والكل كان يتساءل كيفاش راح يكون هذا اللقاء، وهل راح نشوف توتر أو برودة في التعامل؟ لكن اللي حدث كان عكس كل التوقعات تماما. ففي هذه السهرة الخاصة محرز ما كانش مجرد ضيف شرف، بل كان نجم الأجواء، لقى ترحيب كبير وتصفيقات حارة من الحاضرين، وكأنهم يستقبلوا لاعب بمكانة خاصة جدا. الأجواء كانت مليئة بالحماس والمحبة، والهتافات باسمه كانت واضحة، وهو ما يعكس الشعبية الكبيرة اللي ولا يحظى بها في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد تألق هذا الموسم مع الأهلي السعودي، وين وعد الأنصار بالمنافسة على اللقب وقدم مستويات خلات الكثير يشيد بأدائه. أما لحظة لقائه بمحمد نور فكانت رسالة قوية في الروح الرياضية، حيث تبادل الطرفان الضحك والكلام بكل احترام، في مشهد أكد أن كرة القدم تجمع ولا تفرق مهما كان الجدل السابق. وزاد حضور الحارس المصري السابق عصام الحضاري المشهد قيمة أكبر بعدما بان عليه التقدير لمسيرة محرز وما يقدمه. المحبة اللي شافها في هذا الليلة بينت باللي ولا واحد من أكثر لاعبين تقديرا في السعودية. والسهرة ما كانتش مجرد منافسة خيرية، بل كانت صورة واضحة عن مكانته الحالية وعن دعم الجماهير اللي راهي تساند بقوة في هذه المرحلة. قبل ما نكمل الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وفي الختام، وش رايكم في أخلاق محرز ومعاملة الجماهير السعودية اللي راهي تساندوا في الفترة الأخيرة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.